شي هولك، بيتر بان ويندي، مولان، كابتن مارفل، The Last Jedi، The Rings of Power. حد يعرف ايه هو العامل المشترك بين الاعمال دي؟ كلهم اعمال بفيميل ليد قويه بتحل المشاكل لوحدها بنفسها، وان احنا نقول عليهم كانت اعمال بوكس اوفيس ديزاسترز واودينس سكور دروبس هنبقى بنكرمهم. وتفتكروا ايه السبب؟ التحيز، صح؟ احنا مجتمع ذكوري بيكره المراه وما بيحبش يشوفها تتفوق على الراجل في اي حاجه حتى في الاعمال الفنيه. لكن انا شخصيا في عندي اسباب تانية، فتعالوا اكلمكم عنها. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده انا جاي اكلمكم عن ليه الاعمال اللي من بطوله نسائيه في الغالب بتفشل. السبب الاول لفشل الاعمال اللي من بطوله نسائيه هيضحك اي حد هيسمعه، هو ان ببساطه شديده الجانر اللي بتتقدم فيها الفيميل ليد ما بتبقاش معموله للستات. صدق او لا تصدق، الستات والرجاله مختلفين عن بعض، ما بيتفرجوش على نفس الاعمال الفنيه في الغالب. فعلشان كده لو لقيت بنت بتتفرج على افلام اكشن وسوبر هيرو، نصيحه مني اتجوزها. فعلشان كده حتى لو جبت فيميل ليد وفيميل سبورتنج كاركترز وكتاب سيناريو ستات ومخرجه واحده ست، برضه في الغالب الستات مش هتخش تتفرج على الفيلم. انت بتعمل عمل الستات مش مهتمه تتفرج عليه اساسا، بصرف النظر البطله بتاعته كانت واحده ست او لا. لو بصينا على الصوره دي من البريتش فيلم انستيتيوت هنلاحظ ان البنات الصغيره من سن 18 ل 49 مهتمين اكتر بان هم يتفرجوا على الافلام الكوميديه او الرومانسيه او الميوزيكال، في حين ان جانرا زي الاكشن والخيال العلمي والرعب فمعظم المشاهدين بيبقوا من الرجال. ودي مش حاجه لا هي حلوه ولا هي وحشه، ده هو الذوق العام. فتعالوا نشوف لما اتعمل فيلم كان عارف هو بيكلم مين ايه اللي حصل. فيلم باربي هو واحد من انجح افلام سنه 2023، ناجح لدرجه ان انا ممكن اعمل لكم عنه فيديو ليه نجح عادي جدا. ده فيلم كتاليف وكاخراج كان معمول للفيميل اودينس، فعلشان كده لو انت راجل اتفرجت عليه وما عجبكش مش مشكله، لان هو ما كانش معمول علشانك اساسا. كل حاجه من الاماكن للحوار للسين للرساله اللي بيحاول يقدمها، كل حاجه كانت موجهه للفيميل اودينس. على الناحيه الثانيه في عندنا فيلم زي توب جان مافريك اللي كان فيه كل حاجه موجهه للميل اودينس، الاكشن، الانفجارات، الطيارات، العسكريه، الالتزام، روح المنافسه. الفيلمين دول نجحوا نجاح كبير لان هم كانوا عارفين هم بيكلموا مين وبيكلموه ازاي. لكن تعالوا بقى نتخيل لو صناع الافلام دي كانوا حشروا عوامل من المفترض ان هي تجذب الاوبوزيت جندر. لو فيلم باربي اللي هو كولرفول اكسبريشن للفيميل ايدنتيتي اتعطل عشان نحط مشاهد انفجارات واكشن ومسدسات، لو فيلم توب جان مافريك حط خط احداث عن طياره انثى بتعاني ان هي تثبت نفسها في مهنه مسيطر عليها الرجاله، في حين ان هي تحافظ على هويتها برضو كانثى عايزه تحب وتتجوز، في الحالتين الكور اودينس كانوا هيهزوا دماغهم ويقولوا هي الحاجات دي هنا بتعمل ايه؟ لو ده رد فعلك فالف مبروك، انت دلوقتي عارف ايه هو احساس الفانز للبيج فرانشايزز في هوليوود في اخر 10 سنين، لان تقريبا الناس حست ان الذوق العام ده متقسم غلط ومحتاج ان هو يتعدل، على الرغم من انها مجرد different groups عندها different interests، والنتيجه كانت معاناه لجميع الاطراف. اي بي كبيره زي مارفل، لورد اوف ذا رينجز، ستار وورز اللي من المفترض ان هي في الغالب موجهه للميل اودينس قررت فجاه ان هي محتاجه تعمل افلام من فيميل ليد موجهه للفيميل اودينس، افلام كتير. No God please no no نو! ودي مش مشكله في حد ذاتها، لكن بدل ما المؤلفين يكتبوا شخصيات ذكيه ومحبوبه تحترم الميل اودينس اللي هم المفترض بيتفرجوا على النوع ده من الافلام، لا قرروا ان هي منافسه ومفيش غير طرف واحد بس هو اللي هيكسب. هو في بعض الاستثناءات ولكن الغالبيه مش كده، وزي ما هو واضح من القائمه اللي انا قلتها في الاول 3/4 الحاجات دي تخص ديزني، لكن بما ان ديزني تقريبا دلوقتي تملك العالم بالكامل فلا مفر من ان احنا نتكلم عنها. وانا شخصيا احب اعمل عمل من بطوله نسائيه، لان سهل جدا ان انت تخلي اي حاجه صعبه من منظور واحده ست، لكن المشاكل اللي بتخلي الشخصيات النسائيه في الاعمال دي فاشله تقريبا هي واحده في كل الاعمال. المشكله الاولى هم انهم بيبقوا ابطال اوفر باور من غير ما يستحقوا القوه دي، والاستحقاق في الحاله دي بيبقى نوعين. النوع الاول من الاستحقاق هو البطل اللي ما عندوش قدره اساسا ولكنه بيطور من نفسه وبيعمل حاجه عشان يرفع بيها من مستواه. على سبيل المثال فيلم الانيميشن الاصلي مولان اللي كان موضح بشكل كبير ان هي بتعاني بسبب نقص الخبره وافتقارها للقدره الجسديه، لكنها عوضت عن ده باستخدام ذكائها وتفكيرها السريع
ورفضها لان هي تستسلم حتى في اضيق الظروف. اما فيلم مولان الجديد ده بقى فهي تقريبا سوبر هيرو بسبب القوه اللي موجوده جواها دي، فبالتالي هي فعلا اقوى من اي حد موجود معاها في الفيلم. مفيش داعي لان هي تستخدم عقلها وان هي تلاقي طرق جديده علشان تحل المشاكل، وده بيخلي الكاركتر ارك سطحي جدا وممل. وهنا نيجي للنوع التاني من استحقاق القوه، ده لان معظم الابطال ما بيختاروش يبقى في عندهم قدره اساسا، معظمهم القدره دي بتتفرض عليهم بسبب حادثه او بسبب حاجه حصلت. لكن في الحاله دي البطل او البطله لازم يعانوا علشان يقدروا يستخدموا قدراتهم دي بشكل كامل. فيلم سبايدر مان توبي ماجواير هو افضل مثال على كده، ده لان بيتر باركر ما اختارش ان هو يبقى عنده قدره خارقه، لا ده هو اخذ القدره دي بالغلط عن طريق الصدفه، في عنكبوت عضه، ولكنه في البدايه ما كانش عارف يستخدم القدره دي ازاي او يستخدمها في ايه. لا ده هو بيقطع طريق طويل جدا علشان في النهايه يوصل للبطل اللي احنا عارفينه. مثال تاني مسلسل هوكاي اللي غالبا محدش فيكم يعرف عنه اي حاجه، على الرغم ان هو في رايي هو افضل مسلسل مارفل عملته، على الرغم ان كيت بيشوب من بدايه المسلسل هي ارشر ومارشال ارتست، ولكنها لقت نفسها ما عندهاش خبره ازاي تتعامل مع عالم الجريمه ده، ومحتاجه ان هي تتعلم ازاي تقدر تستخدم مهاراتها دي في مواقف الخطر. على الجانب الاخر بقى احنا في عندنا شي هوك وعندنا راي من سيكوالز ستار وورز. تدريب راي كجيداي بصراحه انا مش عارف اوصفه بايه، هم كانوا بيشوفوا محبكه الفيلم محتاجاها تعمل ايه ويخلوها تستخدمه. وجين فاقت من شي هوك ترانسفورميشن عشان يبقى في عندها سيطره كامله على الهوك فورم. الصراع الاساسي اللي كان بيميز الابطال دول واللي خلاهم ابطال اساسا اتشال وما تحطش مكانه حاجه ليها معنى. رحله جين في المسلسل بالكامل هو علشان تتقبل نفسها. والله ده كاركتر ارك في مسلسل 9 حلقات موجود في العصر الحالي. ويا ريت تكونوا واخدين بالكم ان الاعمال الفاشله هي بتبقى فاشله بالكامل مش الشخصيه الرئيسيه بس. مفيش حد بيحب اي شخصيه في السيكوال تريولوجي بتاع ستار وورز. تاني مشكله بتخلي الشخصيات النسائيه في الاعمال دي فاشله هو طريقه تقديمهم للمشاهدين، لانهم بيستخدموا طريقه الفورسد سيمباثي واللي في الغالب بتبقى بالشكل ده. شايف الشخصيه دي؟ شايف الناس بتعاملها وحش ازاي؟ انت اكيد متعاطف معاها ومحتاج تشوفها بتنجح. حد شاف الكلام ده قبل كده؟ انا شفته في كل الافلام الفاشله اللي من الفيميل ليد. ويا ريت ما نتلخبطش ما بين الفورسد سيمباثي والكيكينج اوف دوج كاركتر مومنت، لاننا هنا لازم هنسال سؤال مهم، هما الشخصيات دي الناس بتعاملها وحش ليه؟ ارثر فليك كان بيتعامل وحش لان هو عنده مشكله نفسيه والعالم القاسي اللي هو عايش فيه مش فاهمه ومش عارف يتعامل معاه. لكن ليه راي وجين في الاعمال دي كانوا بيتعاملوا معامله وحشه؟ اجابه الاعمال دي كانت لان هما ستات في مجتمع ذكوري. How convenient is that؟ ليه مولان وكابتن مارفل ما كانش المفروض يستخدموا القدرات اللي موجوده جواهم بشكل كامل؟ لان هم ستات ودي حاجه ما تصحش. Wow, how convenient is fucking that؟ وكل اللي كانوا محتاجينه هم ان هم يستخدموا القدره اللي موجوده جواهم بالفعل علشان يتخطوا العقبه اللي اتفرضت عليهم، وبكده الفيلم ينتهي. Is that it? I think so. الدراماتيك شيفت ما بين الضعف الكامل والقوة المطلقة هو اللي الأعمال دي تتخيل إن هو كاركتر ارك. أبطال الأعمال دي بيفشلوا في إن هم يتواصلوا مع المشاهدين لأن هم بياخدوا شورت كاتس للقوة. القصة هي اللي بترفعهم بدل ما هم يطوروا من شخصيتهم ويرفعوا نفسهم. بيبقوا مجرد تمثال فاضي موجود علشان يوصل رسالة أو يدفع بأجندة. لو عايز تكتب شخصية بطل هينتصر في النهاية على الشر يبقى لازم تخليه يستحق القوة دي، لازم يعاني عشان يقدر ياخد او يستخدم القدرة اللي المفروض هتخليه في النهاية ينتصر. ودي حاجة بتيجي عن طريق علاقات ليها معنى او بارشاد من حد عنده خبرة اكتر وحكمة اكبر. شخصية ريتا من فيلم ايدج اوف تومورو كانت قائد قوي، هي اللي بتعلم توم كروز ازاي يقدر يستخدم قدراته علشان ينتصر في الحرب. كيت من مسلسل هوكاي اكتشفت ان هي ما تعرفش اي حاجة عن العالم اللي هي دخلته ده ومضطرة تعتمد على ارشاد هوكاي نفسه. ودول اكبر مثال على ان الجمهور ما بيكرهش الشخصيات النسائية، لا هو بيكره الليزي رايت، بيكرهوا الشخصيات السطحيه اللي كل اللي هم محتاجينه ان هم يؤمنوا بنفسهم، لانهم ببساطه شديده مملين جدا وبيقدموا رساله فعلا مش كويسه. فكره ان كل اللي انت محتاجه علشان تنجح موجوده جواك بتدمر حاجات زي العمل الجاد والعلاقات الصحيه والنضج
والتواضع وان انت تطور من نفسك. لان ببساطه شديده اللي انت هتبقى بتقوله للجمهور في الموضوع ده ان كل حاجه انت محتاجها موجوده جواك، فما تتغيرش. ابطال الافلام لازم يدونا الامل لما نشوفهم بيتخطوا عيوبهم وفشلهم. حتى لو عندهم قوه كبيره جدا لازم يتخطوا الصعاب عن طريق الاعتماد على ذكائهم والثقه في الناس اللي موجودين معاهم. في سبب خلى اراجون ما يواجهش ساورون في فيلم ريتيرن اوف ذا كينج، وكل اللي هو عمله ان هو لعب دور في الحرب اللي هتحدد مصير الميدل ايرث. في سبب خلى برنسس ليا قائده متمرده هي اللي بتحرك خطوط القصه بالكامل، منها البطل بتاعنا لوك ذات نفسه. السبب هو ان هم بيقدموا الرساله اللي الله اعلم بقى ديزني ولا هوليوود بالكامل ولا صناعه الافلام بالكامل بتحاول ان هي تمحيها دلوقتي، ان انت لوحدك مش كفايه، انت ممكن تعمل حاجات عظيمه جدا. مش شرط هتجيب لك السعاده، لا ده في الغالب هتجيب لك الالم، لكن طول ما انت بتفضل مصلحه الناس على مصلحتك انت الشخصيه في النهايه هتلاقي السعاده. فمن الاخر كده لو انت عايز تعمل فيلم من بطوله نسائيه خليك عارف انت عايز تعمل الفيلم ده لمين وتعمله ازاي، والا في النهايه هيبقى فيلمك مجرد فيلم فاشل وسط الافلام الفاشله. المهم لو بتتفرج على الفيديو على اليوتيوب ما تنساش تعمله لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه في تقريبا منه على القناه، وفي حاجات تانية ومحتوى تاني ممكن تبقى تتفرج عليها برضه. وانت هناك بالمره ابقى اعمل سبسكرايب. كان معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، مع السلامه.